السلام عليكم جميعا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير بصحه جيده وتمام الاحوال. هاد النهار فتيات جبت لكم الوصفه ديال الكسكسو الغني عن التعريف، الكسكسو يا لاله المغربي. جبت لكم بواحد الطريقه اللي تيتصاوب فيها سريعه وطريقه اللي هي يعني خف نزربن كي كنقولوا. ايوا يا لاله، اول حاجه نقولها لكم هي انا جيت معطله دابا، راه الجمعه دابا راه داز، انا يلاه تندير المونتاج دابا في العشيه ديال الجمعه. شو واش نحط الفيديو اليوم ولا الغدا؟ المهم لا لا تيسير الله. وعارفاكم الفتيات كلكم والفتيان حتى هما تعرفوا تصاوبوا كسكسو، ولكن انا بغيت نوريكم زعما الطريقه ديالي اللي كنصاوب بها هذا الكسكسو هذا. ما تيجيش هكايا، تيجي كسكسو حبه حبه، وما تيجيناش هكايا ملصق، تيجي زوين بزاف الفتيات. هاد الطريقه هذه علمتها لي الام ديالي، تيجي واحد كسكسو خطير خطير، ما نقول لكمش كيفاش كيجي. ايوا ندوزو يا الفتيات دابا الطريقه ديال كيفاش نصاوبوا هاد الكسكسو والمقادير اللي مطلوبين. ايوا نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله الفتيات. اول حاجه كنقيو يا اختي الخضيره ديالنا. انا استعملت القرعه الحمراء والخضراء وبطاطا يا اختي. انا لما كليتش بطاطا في كسكسو ما سنعتبروش كسكسو، ضروري من بطاطا انا ناكلها في كسكسو. ايوا يا اختي، شدينا بصيله قطعناها، نتوما شوفوا معايا تنقطعوها على هذا الشكل هذا. انا كانت عندي بصيله صغيره فاستعملت 4 ديال البصيلات صغيورين. ويا البنات صافي، هنا هاد النهار هذا كان الزوج خدام فيعني اضطريت انني نقطع البصله لراسي ما عرفتش البنات علاش هاد البصله هذه البيضاء اللي هنا في بلجيكا ام فوا كنقيسها عيني تيبقاو يختي تيحماروا تيبقاو يدمعوا، ما تيبغيوش يوقفوا. ما تنبقاش نشوف بعينيا يا البنات ملي كنقطع هاد البصله هذه. ايوا يا اختي، شدينا الطاوه ديالنا ديال الكسكسو، حطينا فيها البصيله كي شفتوا هانتوما. غادي نزيد شويه ديال الزبده وغادي نضيف عليها الدجاجه الفتيات. انا نسيت ما جبدتوش البارح بالليل، وراه كنت زعما موجده انني غادي ندير كسكسو هكاك، نسيت صراحه الله الدجاج في الزكسيل حمص البارح. حطيت شويه ديال القزبر ومعدنوس هكا، انا تنقطعهم كنحطهم في الثلاجه في الفريغو. هنا كنزيد التوابل ديالي البنات اللي هما عباره على خرقوم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال التحميره، وشويه ديال القزبر الفتيات مدقوق، وشويه ديال الابزار الفتيات الله يثبتنا للشهاده. وعادي ندير شويه ديال الملح الفتيات. المهم الملحه تبقى على حسب الذوق. والمقادير ديال العطريه الفتيات انا ما كثرتش بزاف ديال يعني المعطريه لحقاش غادي نذوق ولدي شويه من هذا الكسكسو هذا. وخلاص انا صاوبت يعني تنصاوب شويه ديال الكسكسو لحقاش انا وراجلي ولدي كياكل شويه، راجلي كياكل حتى هو شويه، فيعني بعض المرات ملي كنصاوب بحال هكا تيشيط لي الكسكسو فما كنعرف ما ندير به. هنا كنشد ديك مطيشه اللي محكوكه كنضيفها على داك البصله والدجاج ديالنا اللي تشحر، وكنخليهم يتشحروا مزيان. هذيك مطيشه الفتيات ضفناها حيتاش تخطر لينا المريقه ديالنا، كتجيبها يعني مخطره. يا صافي الفتيات، غادي ندوز نوجد الكسكسو ديالي. اول حاجه كنضيف 2 كيسان ديال الكسكسو الفتيات كي قلت لكم، يعني ضيفوا الكميه نتوما اللي بغيتو. انا كنوريكم غير الطريقه لقاش انا يعني ما كي قلت لكم عندي احنا ب3 فكافيه انا هاد الكميه وتيشيط الخير. فتنشد يعني الكسكسو ديالي كنغسلو مزيان البنات. صافي كنغسلو كنحطو في القصعه ديالي وكنخليه حتى تيشرب لينا داك الماء اللي غسلناه فيه. يعني كنصفيه من الماء وكنحطو في القصعه ديالي مصفي. فهنا منين نخشت يعني الكسكسو ديالي صافي شرب الماء، كندوز هنايا كنحربلو بيديا بهاد الطريقه هذه اللي موضحه في لا فيديو. فانا الفتيات تندير انا 2 تفويرات ديال الكسكسو، فالكسكسو ديالي تيكون واجد 2 تفويرات يعني بلا ما تضيفوا الثالثه. فصافي هنا من بعد ما حربلت الكسكسو كنحطو في الطاوه ديالي ديال الكسكسو البنات. هنا كندوز كنضيف من بعد ما تشحرت لينا مطيشه مع داك الخضره ديالنا مع بصيله واللحم، تنضيف كميه ديال الماء لا باس بها. نتوما شوفوا معايا. وكنضيف الخضره اللي يعني اللي كتطلب شويه ديال الوقت طويل باش طيب، كنضيفها هي الاولى. كنحط شويه ديال الحمص اللي كنت ديجا في الزكسه الفتيات، وكنضيف خيزو هما الاولين. هنا كنخلي الكسكسو ديالي الفتيات يطيب لمده ديال 20 دقيقه حتى تشوفوا يعني داك الفوهه ديال الضبابه ديال الماء طلعات على كسكسو، يعني ديك السبوله ديال الماء طلعات على كسكسو. صافي فرا كسكسو ديالكم
واجد للتفويره الثانيه. هنا كنحط الكسكسو ديالي، كنضيف عليه ملعقه كبيره ديال الزيت البلديه اولا الروميه اللي متوفره عندكم البنات. كاين بعض الناس كيديروا السمن هنا في هذه اللحظه هذه اولا الزبده، حتى هو ممكن. انا ما كانش متوفر عندي فدرت فقط الزيت البلديه. وكنحربل الكسكسو ديالي مزيان هانتوما بهذه الطريقه هذه. صافي هنا كنبدا نضيف الماء. هذا الماء الفتيات انا زدت فيه شويه ديال الملحه ودوبت ديك الملحه ديالي في الماء، عاد ضفتها للكسكسو ديالي. هنا تنبدا نضيف الماء شويه بشويه هانتوما، تنضيفها شويه بشويه حتى تنشوف بلي الكسكسو بدا تيلتصق ليا في اليدين، عاد تنحبس. انتم شوفوا معايا الطريقه الفتيات راها مضمونه 100%، وتيجيكم كسكسو غزال وما كيتلصقش، تيجي واعر. فهاد الوصفه هادي جبتها لكم من الوالده ديالي الفتيات. فهادي الثاني من مره صراحه كنطيب كسكسو هنايا. في الاول ما كنتش نعرف صراحه نطيبو، عاد تعلمت يا البنات، كلشي تيتعلم تنزادوش معلمين الفتيات. هنايا كنضيف الخضره ديالي، تنضيف قريعه حمراء قريعه خضراء، كاع داكشي اللي قطعت معكم في الاول ونقيته وغسلته كنضيفو دابا. وضروري اختي من البطاطا، كسكسو بلا بطاطا ماشي كسكسو. هنا فتيات الطريقه ديال الكسكسو تختلف يعني من مدينه لمدينه، يعني كل واحد كيفاش كيطيب كسكسو ديالو. فاحنا الجهه ديال مكناس فهذه هي الطريقه اللي كنديروا بها كسكسو. نتوما شوفوا معايا. صافي كنغطي الطاوه ديالي وكنخلي داك الكسكسو ديالي يرتاح مزيان. هنا شديت الكسكسو ديالي حطيته يعني في الطاوه ديال الكسكسو الفتيات وخليته يتبخر مزيان. هذه التفويره الثانيه. هانتوما شوفوا معايا، انا كنوريكم ديك السبوله راها طلعات على الكسكسو، يعني صافي راه طاب واجد. فهذه كانت التفويره الثانيه الكسكسو. هنا صافي الفتيات تنقدم كسكسو ديالي، وكانت هذه هي الوصفه ديال هذا النهار هذا. انا كنوريكم كسكسو كيفاش جاي حبه حبه. هنا قال لك لاله كندير التقديم زعما بغيت زعما نقادو مزيان. ايوا يا الفتيات، هنا غادي نقول لكم بالسلامه، وخا جيت معطله نقول لكم فرجه ممتعه، وتنتمنى انكم تجربوا الوصفه. اولدي تنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وما تنساوش الفتيات تشاركوا في القناه فضلا وليس امرا. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وغادي نقول لكم فرجه ممتعه وشهيه طيبه وجمعه مباركه واخا معطله البنات. وغادي نقول لكم بسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.